هو ليه اساسا الفترة اللي فاتت كان مفيش تنظيف، واشمعنى الفترة دي بدأتوا تنظفوا؟ لا هو النظافة اصلا احنا بننظف اصلا هو الحي ده كله بينظف على طول يعني. طب ليه كل الزبالة ديت مركونة لحد دلوقتي؟ لا كده قليل. ايه؟ احنا كده بننظف احنا على قد ما بننظف احنا كده، وهم الزبالة منهم وهم مش مننا احنا. كانت بتبقى اكتر احنا من كده بننظف على قد مرتين. ما نقدر كلنا. ومفيش اي حاجة بالنسبة لنا احنا البتاع بتاعنا نضيف. طب كل ده كان محطوط يعني على اساس ان انتوا بتيجوا كل يوم بتنظفوا؟ احنا كل يوم بننظف. كل يوم، ده الصبح كل يوم واخر النهار بننظف. واخر النهار بننظف. يعني الصبح مرتين واخر النهار مرتين. نعدي على الكوم الصبح مرتين واخر النهار مرتين. يعني من غير رئيس ما يمسك ولا اي حد برضه بيمسك احنا بننظف برضه. طب حضرتك تقول ايه مثلا للناس اللي بترمي الزبالة في الشارع كده؟ نقول للناس اللي هي بترمي الزباله في الشارع المفروض كل واحد او كل عماره يبقى عنده سله لا مؤاخذه يحط فيها السله، ومثلا العربيه تعدي تاخدها. ولا لا ولا بتاع الزباله يطلع ياخدها. ولا بتاع الزباله، ما هو ده كله اغلبيته بيلموا من العماير، الناس اللي هي بتلم الجمع بالاجر ويجوا يرموا واحنا نشيل. ادي اللي هم بيعملوه. طب في حاجة مثلا عايزة تقولها للمسؤولين، أو في حاجة عايز توصلها؟ مثلا عندكم مشاكل في المرتبات، في مشاكل عندكم في تبع هيئة النظافة وكده؟ أنا أقول لحضرتك على حاجة بالنسبة للمرتبات، بيعتبر هي المرتبات ما فيش حاجة لا زادت عليها ولا عليت عليها بالنسبة للمرتبات يعني. بالنسبة هم شالوا الحوافز اللي كانوا بيدفعوها حطوها لنا على المرتب. ادي كل الحكاية، هي 600 جنيه بحوافز بمرتب. دي كل المشكلة. طب انت ايه الحاجة، ايه مطالبك، او انت عايز تقول ايه للحكومة او لهيئة؟ يعني انا هقول للحكومة ايه ولا اقول ما هو هتقول لي مين هيسمعك ولا مين ولا يسمع التاني؟ ما فيش حد بيسمع حد النهارده، خلي بالك. واخد بالك؟ احنا عايزين ايه غير حاجة تقضينا، تكفينا شهر، تكفينا ايجار، تكفينا لا بتاخد اضافات، احنا بناخد اضافات زيهم زي ما احنا بناخد، ما فيش حاجة. هم كلهم 600 جنيه اللي بناخدهم عمر. وبيكملوا الشهر بالعافيه والله العظيم، بنستلف اول ما الشهر ما يجي. ومثبتين بعد 13 سنه، بعد 13 سنه خدمه مثبتيننا لسه يوم الصور.